عارفين ايه اللي كان بيخلي بيوتنا زمان فيها بركة؟ كانت ريحة المصحف في الصالة وصوت أذان الفجر وهو بيصحي البيت كله. النهاردة هنفتح كتاب الأصول وهندور على البركة اللي فقدناها. بيجامة أبويا بيجامة أبويا. يا مساء الثبات في زمن المظاهر والترندات، اللي قلبه بالأصول عمران ما يهزهوش لبس ولا ألوان. زمان ما كانش فيه شاشات بتخطف العين ولا موبايلات بتسرق العمر. كان التيك توك بتاعنا هو صوت سبحة أبويا وهو بيسبح بعد صلاة الفجر. كان يجمعنا حواليه بوقار الشيوخ وحنان الأب، ويفتح المصحف اللي ورقته اصفرت من كتر القراية ويقول لنا: يا ولاد، المصحف ده نور البيت، اللي هيحفظ النهارده آية له عندي رضا، دعوة تفتح له بيبان السكك المقفولة. كان بيحفزنا بالهيبة لما يقرأ وحيطان البيت تترج من صوته. كنا بنحس إن البركة نزلت تفرش وسط الصالة. ما كانش بيعلمنا حروف وبس، كان بيبني فينا حدود. يقول لي: يا ابني، لسانه يتعطر بكلام ربنا عيب يغلط في حق الناس، وحرام ينسى الفضل والأساس. كان بيحول البيت كله لكتاب أصول قبل ما يكون مدرسة قرآن. تعال بص بقى النهاردة، العيال شايلة الموبايلات قبل ما يشيلوا المصاحف. التحفيز بقى بلاي ستيشن أو شحن باقة. القلوب بقت فاضية من ريحة كلام ربنا. بقينا بنهتم بالترند اللي بيخلص في ساعة، ونسينا الذكر اللي بيفضل ليوم الدين. البيوت اللي ما فيهاش حس القرآن بيوت مهدودة مهما كان فيها عفش وقصور. واللي بيجري ورا الدنيا وبينسى الدستور اللي هيحاسبه بكرة يصحى يلاقي نفسه خسران الدنيا والآخرة. دورنا ياما وقلنا فين كتاب الأصول، ولقينا سر الحكاية في اللي قاله الرسول. فضلا وليس أمرا، دعوة حلوة من قلبكم لأبويا والأموات المسلمين بالرحمة والمغفرة، ولكل من ترك لنا أثرا قبل أن يترك لنا صورا. بيجامة أبويا بيجامة أبويا. خلاصة الكلام يا حبيب الحب، اللي يعمر قلبه بالقرآن يسكن في روحه الأمان، وعلامة الأبوة رسالة. واللي ما يربيش ولاده على الآية بكرة هيندم على النهاية. أصول الحكاية خلصت، بس روحها دايما معانا في بيجامة أبويا. اكتبولي في التعليقات إيه أكتر آية في القرآن كنت دايما بتسمعها من أبوك. استنوني في بيجامة أبويا. يا بيجامة أبويا، يا بيجامة أبويا. ريحة زمان في كل خيط تجمعنا، وحكايات بتاعي فيها الدفا وكل الأسرار، والضحكة بتروي المشوار.